ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة لكل الطلاب ولكل المراحل التعليمية. وزي ما شفتوا كده في العنوان بتاع الفيديو، ازاي هنذاكر من البيت وبدون دروس، وكمان نوفر وقت، وكمان ننجز حاجات كتير. هل الكلام ده صح؟ طبعا الكلام ده صح. في مذاكرة من البيت وبدون دروس، وبتوفر عليك وقت كبير. المذاكرة دي بتوفر لك شرح، بتوفر لك مراجعات، وبتوفر لك اختبارات على كل درس انت بتسمعه او فيديو انت بتسمعه. لازم بيبقى فيه درس واختبار عشان تقيس مستواك وتشوف انت فهمت ولا لا. وكمان بتوفر لك حل بقى ومتابعة مع المدرس اول باول وانت وقاعد في البيت، وكمان بسعر رمزي جدا جدا طول الترم ولكل المواد. النهاردة جبت لكم منصة عليها مدرسين ومعلمين كتير جدا جدا، تقدر تستفيد منيها من كل حاجة بقى، من شرح، من فيديوهات، من حل، من اختبارات، من مراجعات، من متابعة مع المدرسين أول بأول. وكمان ده هيكون بالنظام الجديد. متخيل لما تلاقي حاجة زي كده بالظبط هي في مثابة كنز؟ فانت المفروض ان انت تمسك فيها بإيدك ورجليك، لان حرفيا مش هتلاقي منصة بتوفر لك كل الحاجات اللي بتوفرها لك المنصة اللي انا جايبها لك النهاردة، وكمان بسعر اقل من 100 جنيه ولكل المواد. ايوه، ما تستغربش، بسعر اقل من 100 جنيه. طب ايه الفكرة؟ او ممكن تقول لا ده احنا بننصب عليك، او المنصة المدرسين اللي عليها مش قد كده والكلام ده. لا، هو الفكرة ان المنصة عاملة عرض، بدل ما 350 ب90 جنيه. فانت لازم تستغل العرض ده كويس جدا، لان حاليا انت شايف الغلا اللي احنا فيه، فطبعا انت لازم توفر. ده غير كمان ان هي هتوفر عليك وقت وما تنزلش كتير. ده غير كمان ان اهالينا متمرمطين ومدعوكين وشايلين الهم، المصاريف اللي بيدفعوها في الدروس الخصوصية. فطبعا المنصة دي هتوفر علينا كتير جدا، ان احنا هندفع 90 جنيه بدل ما ندفع لكل درس لوحده، وطبعا ال90 جنيه دي لكل المواد. وطبعا لازم نستغل فرصة زي كده. ده غير كمان ان انت هتتابع مع المدرسين بشكل يومي، هتسألهم وهيجاوبوك ومش هيتأخروا عليك وانت قاعد في البيت. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ ده غير كمان ان انت لو في تالتة ثانوي او في تالتة اعدادي فهتوفر عليك وقت كتير جدا، لان انت حرفيا لما بتكون في تالتة ثانوي او تالتة اعدادي بتبقى محتاج كل دقيقة حرفيا عشان تستغلها، عشان توصل للي انت عايزه وتوصل لهدفك. فطبعا احنا مش عايزين نفوت فرصة زي دي، غير ان المنصة عليها اكبر المدرسين واعظم المدرسين اللي انت ممكن تشوفهم. فدلوقتي هاخدكم ونتعرف على مميزات المنصة وايه اللي موجود على المنصة بالظبط، عشان تعرفوا تتعاملوا معاها وازاي تشتركوا لو انتوا حابين تشتركوا. وطبعا زي ما قلت لكم هنعرف الاشتراك بتاع المنصة، وهو سعر رمزي جدا ولكل المواد وطول الترم. فبينا نعرف ايه هي مميزات المنصة. دلوقتي طبعا هنتعرف على مميزات المنصة، والمفروض انا اعمل ايه او اشترك مع مين عشان ادخل في المنصة دي وابدأ اشوف انا هتعامل معاها ازاي، وايه اللي موجود على المنصة والاشتراك بتاعها بكام، واتصل بمين او اتواصل مع مين عشان اشترك في المنصة. هي المنصة هي منصة ايه اصلا؟ يعني احنا كل الوقت ده كله بنتكلم وانا لسه ما قلتش اسم المنصة. المنصة هي منصة ابواب. منصة أبواب دي من أعظم المنصات اللي انت ممكن تشوفها حرفيا وعن تجربة. المنصة دي فيها كل حاجة تخطر على بالك، انت حرفيا مش محتاج ان انت تطلع من بيتك عشان تروح تاخد دروس بعد كده، وأضمن لك الشروحات والمدرسين اللي عليها. فدلوقتي هنبدأ نتعرف على المميزات بتاعة المنصة. بيقولك ان تطبيق أبواب هو عبارة عن برنامج بيكون فيه فيديوهات شرح مبسطة وسهلة الفهم، وبيكون فيه كمان اختبارات علشان تقيس مستوى الطالب، ومراجعات من تالتة ابتدائي لحد تالتة ثانوي. يعني المنصة بتوفر شرح وفيديوهات وكل الحاجات دي من تالتة، من رابعة ابتدائي لحد تالتة ثانوي.
والشرح ده بيكون شرح كامل لجميع المواد الدراسية وفيديوهات مبسطة وسهلة الفهم وأسئلة ومراجعات شاملة لجميع أجزاء المنهج. يعني هو بيشرح لك جميع أجزاء المنهج وبتكون كلها عبارة عن فيديوهات شرح، وفي فيديوهات للحل، وفي فيديوهات للمراجعات، وهكذا. بعد كده بيقولك إن المنصة عاملة كورس تأسيس لكل المواد الدراسية، حصص لايف ونماذج وزارية سابقة ومراجعات نهائية. يعني المنصة في الكورس ده بيبقى عبارة عن كورس تأسيسي للمنهج، بيبقى عليه حصص لايف، تمام، وبيبقى عليه نماذج بتاعت الوزارة. طبعا بتلاقي فيها كل النماذج بتاعت الوزارة بيبقوا منزلينها، سواء انت في اي سنة دراسية هتشترك في المنصة، ومراجعات نهائية بقى. وكمان المنصة فيها ميزة سؤال وجواب. يعني ايه ميزة سؤال وجواب؟ يعني انت تقدر تتواصل مع المدرس والمعلم اللي انت بتشوفه بيشرح لك، تقدر تتواصل معاه وتسأله في اي حاجة، وهو مجبر ان هو يرد عليك. مش هتقولي لا هو مش هيرد والكلام ده، لا، هو مجبر ان هو يرد عليك، لان انت اوريدي هتدخل في الاشتراك. فانت لازم هو يعاملك زيك زي الطالب اللي بتشتغل معاه وقدامه، تمام. لازم يديك حقك من كل النواحي، فما تقلقش خالص من الناحية دي، تمام. طب بالنسبة لسعر الاشتراك، سعر الاشتراك 90 جنيه بدلا من 350، وده لكل الترم. يعني كل الترم التاني لو انت اشتركت دلوقتي هتلاقي ان الترم كله هتاخده ب90 جنيه، وده عرض لفترة محدودة. اي حد حابب يستغل العرض بقى يقول للرقم اللي انا هسيبه لكم هنا اني انا تبع اليوتيوبر منى محمد، علشان تاخد العرض ده وتاخد كل المواد. والاشتراك بتاع الترم كله ب90 جنيه بدل من 350. ودلوقتي اتعرفنا على مميزات المنصة. فلو انت حابب تدخل تشترك في المنصة، هتكلم الرقم بتاع المندوبة اللي انا هسيبهولك هنا وتتواصل معاها وتقول لها انا من طرف اليوتيوبر منى محمد، عشان تفتح لك العرض اللي هو ب90 جنيه بدل من 350 جنيه. وتقدر ان انت تتابع مع المدرسين على المنصة وتشوف كل المواد، واي مدرس مش هيعجبك عادي تغيره وتشوف مدرس تاني يعني، تمام. فالموضوع اوريدي سهل جدا، ليك يعني حرية الاختيار في الموضوع. مش هتبقى مقيد على مدرس او مقيد على شرح معين او مقيد على اسئلة معينة والكلام ده كله، لا، انت حاليا هتتحط في موقف الحرية. انت تقدر تشوف اي مدرس، تقدر تسمع اي مدرس وتتواصل معاه وتسأله ويجاوبك وهكذا، وفي اختبارات وفي حل وفي اسئلة وفي كل حاجة تخطر على بالك. فحاول ان انت فعلا تستغل الفرصة دي وما تضيعش فرصة زي كده، لان هتستفيد جدا وهتوفر وقت زي ما قلنا وهتوفر فلوس كمان. فبسرعة اللي حابب يشترك في المنصة قبل ما العرض يخلص ينزل يكلم او يتواصل مع الرقم اللي هسيبه لكم في اول تعليق، تمام. واللي هسيبه لكم برضو في صندوق الوصف، عشان لو حد مش عارف ايه هو صندوق الوصف. صندوق الوصف ده انت بتدوس على العنوان بتاع الفيديو من تحت وبيجيلك، او بيبقى فيه علامة كده زي مثلث كده، تمام، من تحت الفيديو هتلاقيها، تدوس عليها هتلاقي صندوق الوصف ده، هتلاقي مكتوب فيه الرقم بتاع المندوبة اللي هتتواصل معاها وتقول لها انا من طرف منى محمد، تمام، عشان تفتح لك العرض وتشترك في المنصة. وهي هتفهمك بقى كل التفاصيل الباقية، انت ازاي هتشترك او هتتعامل ازاي او هتحمل المنصة من فين والكلام ده كله. اوكي، فكده اكون نهيت الفيديو بتاعي. فما تنسوش بقى لو انتوا اول مرة تشوفوني تشرفوني في القناة بتاعتي تحت، تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا لي لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب. وبس كده، باي.